السلام عليكم أصدقائي المتابعين. بعد السلام يحل الكلام، وقصتنا اليوم بعنوان رحلة البطل في حب الوطن. أطفأ الأنوار واستمتع بقصتنا عن البطل المغوار. في قرية صغيرة محاطة بالجبال تتناثر فيها أشجار النخيل، كانت تعيش عائلة بسيطة تدعى عائلة الأحمدي. كان أحمد الشاب الطموح هو الابن الوحيد لهذه العائلة. كان أحمد شغوفا بقصص الأجداد وحكايات التراث التي كان يسمعها من جده الحكيم، الذي كان يجتمع مع شباب القرية كل مساء ليروي لهم حكايات الماضي المجيد. في إحدى الليالي جلس أحمد بجانب جده تحت شجرة الزيتون الكبيرة التي تعود لقرون مضت. بدأ الجد الحكيم يروي قصة جديدة، قصة عن كنز عظيم دفين في مكان ما في الصحراء الواسعة، كنز يحمل معه أسرار العائلة وتراثها الثمين. قال الجد بصوت خافت ومليء بالغموض: يا أحمد، أعلم أن في داخلك روح المغامر والشجاع. هناك مخطوطة قديمة تركها لنا الأجداد، تحمل في طياتها أسرار هذا الكنز. هذه المخطوطة مخبأة في مكان سري داخل منزلنا القديم. إذا كنت شجاعا بما فيه الكفاية، يمكنك البدء في رحلة البحث عن هذا الكنز واستعادة مجد العائلة. شعر أحمد بحماس كبير وقرر أن يبدأ هذه الرحلة الشاقة. بدأ أحمد البحث عن المخطوطة في منزل العائلة القديم، وبعد ساعات من البحث والتنقيب وجدها مخبأة في صندوق خشبي تحت الأرض. كانت المخطوطة مكتوبة بلغة قديمة ومعقدة، لكنه استطاع بفضل معرفته ورغبته القوية في التعلم أن يفك رموزها. في صباح اليوم التالي لاكتشاف المخطوطة، بدأ أحمد ويوسف الذي قرر أن ينضم إليه في هذه المغامرة رحلتهما نحو الصحراء. كانت السماء زرقاء صافية، والشمس تشرق بأشعتها الذهبية، وكأنها تبارك مغامرتهما. بينما كانا يسيران في الصحراء، بدأت الحرارة ترتفع بشكل كبير. كانت الرمال الحارقة تحت أقدامهما تعيق تقدمهما، ولكن بعزيمة قوية استمرا في السير. في أحد الأيام هبت عاصفة رملية قوية. اضطر أحمد ويوسف إلى الاحتماء خلف صخرة كبيرة حتى تمر العاصفة. كانت الرمال تتطاير حولهما وتسبب لهما صعوبة في التنفس، ولكن بفضل شجاعتهما وتعاونهما تمكنا من البقاء بأمان حتى انتهت العاصفة. بعد العاصفة الرملية واجها تحديا آخر. أثناء الليل سمعا صوت زئير قريب. كانت مجموعة من الذئاب تحوم حول مخيمهما. شعر يوسف بالخوف، لكن أحمد ظل هادئا وأشعل نارا كبيرة لإبعاد الذئاب. أمضيا الليل في حراسة المخيم بالتناوب، واستطاعا التغلب على هذا التحدي بفضل حكمتهما وصبرهما. استمرا في رحلتهما حتى وصلا إلى منطقة مليئة بالآثار القديمة. كانت المنطقة تحتوي على العديد من الفخاخ التي وضعها الأجداد لحماية الكنز. اكتشف أحمد ويوسف أن هذه الفخاخ تتطلب ذكاء وحذرا كبيرين لتجاوزها. استخدما المخطوطة كدليل لفهم كيفية تجاوز هذه الفخاخ، وتمكنا بفضل تعاونهم من تجنب السقوط في الفخاخ الخطيرة. بعد تجاوز الفخاخ واجها ألغازا وأساطير قديمة كانت تتطلب حلها للوصول إلى الكنز. كانت الألغاز مكتوبة بلغة قديمة ومعقدة. قضيا ساعات طويلة في محاولة فك شفرة هذه الألغاز، ولكن بفضل معرفتهما العميقة بالتراث والتاريخ تمكنا من حلها واحدة تلو الأخرى. بعد تجاوز الفخاخ والألغاز وصلا إلى واحة خضراء في وسط الصحراء. هناك قابلا حكماء يعيشون في الواحة، وقد استقبلوهم بترحاب كبير. كان الحكماء يعيشون في هذه الواحة منذ قرون، وكانوا يحملون في قلوبهم حكمة الأجداد. أخبر الحكماء أحمد ويوسف عن أهمية التمسك بالتراث والقيم القديمة، وأعطوهم نصائح قيمة تساعدهم في استكمال رحلتهم. بينما واصلا رحلتهما واجها وحشا أسطوريا يحرس الكنز. كان الوحش ضخما وله أنياب حادة وعيون تلمع في الظلام. أدرك أحمد ويوسف أن المواجهة المباشرة مع الوحش ستكون خطيرة. قرران استخدام الذكاء والحيلة للتغلب عليه. استغل البيئة المحيطة وأشعلوا النار لتشتيت انتباه الوحش، وبفضل شجاعتهما وتفكيرهما السريع تمكنا من التغلب على الوحش والوصول إلى موقع الكنز. في النهاية وصلا إلى الموقع النهائي حيث كان الكنز مدفونا. كانت هناك غرفة تحت الأرض مغطاة بالرموز والألغاز التي تشير إلى موقع الكنز. بدأ أحمد ويوسف بالحفر وفك الألغاز الأخيرة، وبعد جهد كبير اكتشفا صندوقا كبيرا مصنوعا من الذهب والفضة. عندما فتحا الصندوق وجدا كنوزا مادية ثمينة، بالإضافة إلى مخطوطات ووثائق تاريخية تحمل أسرار العائلة وتراثها.
عاد أحمد ويوسف إلى القرية محملين بالكنوز والقصص التي عاشوها. استقبلهم أهل القرية بفرح كبير، وأقيمت الاحتفالات لاستقبال الأبطال. أدرك أحمد أن هذه الرحلة لم تكن مجرد بحث عن كنز مادي، بل كانت رحلة لاكتشاف الذات وفهم القيم الحقيقية في الحياة. وفي نهاية القصة جلس أحمد تحت شجرة الزيتون مرة أخرى، ينظر إلى النجوم ويفكر في المستقبل. قرر أن ينقل هذا التراث والقيم للأجيال القادمة، ليظل حب الوطن والتراث حيا في قلوب الناس. وبعد ليلة طويلة من التفكير، عاد أحمد للمنزل ليكتشف أن هناك من سرق الكنز. يتبع في الحلقة القادمة. وكتب لنا في التعليقات من تتوقع أنه سرق الكنز، وانتظر الجزء الثاني من هذه القصة المشوقة. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.